الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله الذي لم يزل عليا. الحمد لله الذي لم يزل في علاه سريا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، وأقرة من عين عطفه تصير الكافر وليا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذه النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الحبشة الكرام ويا أهل الحبشة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وما أحوجنا إلى السلام ونحن في أرض السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتكم من بلد 1.5 مليون من الشهداء. جئتكم من الأرض الجزائر. جئتكم ممثلا عن جميع إخوانه الضيوف من المملكة العربية، من المملكة المغربية العامرة، ومن بلد 1,000,000 حافظ ليبيا، ومن مصر الكريمة، ومن سلطنة عمان، ومن اليمن السعيدة، ومن كل بقاع الدنيا جاءوا إلى هذه الأرض التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعصبة المؤمنة: انزلوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحدا. نزلنا إلى مطار، ويعلم الله لما نزلنا إلى مطار الحبشة تذكرت العصبة المؤمنة من الصحابة الكرام، من ذا النورين عثمان وزوجه رقية بنت محمد نزلت عندكم يا أرض أهل الحبشة. جعفر الطيار ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عندكم. أبي موسى الأشعري نزل عندكم. هؤلاء جميعا خرجوا من مكة يحملون أرواحهم على أكفهم هالبين بدينهم. لم يستطع أحد من العرب أن يقويهم. قال لهم النبي: انزلوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحدا. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. نزل إخوانكم إلى أرض الحبشة ولحقتهم العسابة الكافرة تريد أن ترجعهم أذلاء إلى مكة. جاءوا إلى النجاشي ساوموه في دينه وفي معتقده وفي المسيح عليه السلام الذي كان يعطن به آل داود. ساوموه في كل شيء من أن يرجعهم أذلاء صاغرين. لكن النجاشي زعيمكم وأبوكم وجدكم لا يقبل الرشوة أبدا، ولا يقبل أن ينازع في مماده. فقال لهم: يا أهل مكة، والله لو أعطيتموني مثل هذه الأرض ذهبا على أن أسلمكم هذه العصابة المؤمنة والله ما فعلت. ثم قال لهم: يا جعفر ويا عثمان ويا من جئتم، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا الحبشة هي أرض سلام، وما ينبغي إلا أن تكون أرض سلام. إثيوبيا مهما حاول أعداؤها أن تزرع الفتنة بين المسلمين وبين المسلمين والمسيحيين ولم يستطع أبدا، ولن تكون لهم ذلك. سيدي أمير المؤمنين حمزة شيخ إسحاق، ألف تحية لك، ألف تحية لك، 1,000,000,000 تحية لك. سيدي، حينما فتحت الباب لهؤلاء الجماهير لأول مرة
حينما فتحت هذه الباب لأول مرة في تاريخ إثيوبيا إنما فعلت ذلك سجية وطبيعة منك، وكأنك تتمثل قول جدك النجاشي: عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا تعرفون بلاد من؟ بلاد من؟ بلاد بلال الحبشي الذي صعد الكعبة ولم يكن لأحد أن يصعد الكعبة إلا بلالكم. هو أول من صعد الكعبة، هو بلالكم، وظهر الكعبة ليؤذن في حضرة الحبيب إلا بلالكم. هل تعلمون يا أهل الحبشة أن لكم مواجب؟ إن لكم، اسمعوني، لقد كان لكم مواجب نحو رسول الله وقد أديتموه. أتعلمون ما هو؟ أتعلمون ما هو؟ أم أيمن ماتت آمنة رضي الله عنها وتركت حامة لأم أيمن. أم أيمن حادمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبير وهي كبيرة. إذا قدمت إليه قامت لها: أيها السادة، ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ هاجر صحابة إلى مدينة، فكانت مدينة أرض الهجرة، وكنتم أنتم أرض الهجرتين، ولم يكن هذا لأحد غيركم. أقول لكم شيئا آخر. كان النبي نائما، وكانت امرأة حبشية سمراء تؤم المسجد وتنظف. ماتت هذه المرأة ودفنها الصحابة الكرام دون أن يعلموا النبي. سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين التي كانت تؤم المسجد؟ فقالوا: ماتت يا رسول الله. وأين هي؟ دفناها. فقام النبي فزعا، ذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبرها، ولم يكن ذلك لأحد أبدا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. وقد ورد في القرآن الكريم من لغتكم ما استحسنته العرب، ثم نزل به القرآن، قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين، لكن نزل ببعد ما استحسنته العرب من لغات الأخرى، منها قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين هي لغتكم كحسب جهنم. حسب هذا اللفظ هو من لغتكم. إن ناشئة الليل، ناشئة هي لغتكم. يؤمنون بالجبت، الجبت هو من لغتكم. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم وكثر من أموالكم، وأسأل الله تعالى أن يحمي إفريقيا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.